السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين طلبة جريد 5. معادنا النهاردة مع درس جميل جدا في مادتنا الجميلة ال ICT. درسنا النهاردة بيتكلم عن ازاي ان انا اقدر ارتب وانظم الملفات بتاعتي داخل الكمبيوتر بتاعي. تمام. الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ديجيتال فايل مانجمنت. ديجيتال رقمي، فايل ملف، مانجمنت إدارة، بإدارة الملفات الرقمية. تمام. يبقى الدرس بتاعنا بيتكلم على إدارة الملفات الرقمية، ديجيتال فايل مانجمنت. تمام. أول حاجة في الدرس بتاعنا بيقول لنا دلوقتي where are students finding information، فين هي الأماكن الستودنت أو الطلبة ممكن يلاقوا فيها الانفورميشن أو المعلومات اللي عاوزين يوصلوا ليها. تمام. طيب، المعلومات ديت ببساطة ممكن يلاقوها في كل حاجة حواليهم. تمام. المعلومات موجودة في كل مكان هتلاقي فيه معلومات. تمام. طيب، ايه هي مثلا مصادر المعلومات اللي انا ممكن استخدمها في ان انا اوصل للحاجة اللي انا بسيرش عليها او اللي انا ببحث عنها؟ ممكن تلاقي مثلا، لو انت بتبحث عن حاجة ممكن تلاقيها في اللايبريز، في المكتبات. تمام. ممكن تلاقيها موجودة في كمبيوترز اند لابتوب. لو هي مثلا ممكن تلاقي مستندات او حاجات مثلا خاصة بالمادة اللي انت بتذاكرها او الى اخره، ممكن تلاقيها على الكمبيوتر بتاعك. ممكن على القنوات المفيدة الموجودة في التي في بتاعي او في التلفزيون بتاعنا. تمام. او عن طريق حاجة اسمها QR كود. ده هو مش مصدر معلومة، هو عبارة عن وسيلة بتساعدك ان انت توصل للمعلومة بتاعتك. تمام. يعني ايه؟ يعني هو زي ما بقول كده helps us to access the information easily and quickly by scanning the code with a camera phone. ال QR كود ده بيساعدنا ان احنا نوصل للمعلومات اللي احنا عاوزينها بسهولة. تمام. وبسرعة، عن طريق ان احنا نعمل سكان بس للكود بتاعنا ده، عن طريق عن طريق كاميرا التليفون. تمام. انت بمجرد ما تعمل سكان كده بس للكود اللي هو يظهر زي ما انتوا شايفين كده، هيظهر لك مثلا معلومات مفيدة ممكن تفيدك. مثلا هيوديك المصادر انت محتاجها. تمام. يبقى كده ببساطة فين نلاقي المعلومات اللي احنا عاوزينها؟ هنلاقي المعلومات information in is everywhere او in everywhere يعني موجودة في في كل مكان. ايه السورسز الخاصة بالمعلومات او الاماكن او المصادر اللي ممكن نستقي منها المعلومات؟ قال لي اول حاجة اللايبريز، المكتبات، ممكن نلاقي في الكمبيوترز عند اللابتوب، او عن طريق القنوات المفيدة الموجودة في التي في، او عن طريق الاسكان QR كود. طيب، احنا ممكن نعمل سكان كده ونجرب على على QR كود ده ونشوف ونشوف هيوصلنا تمام. وطبعا هنتظر تعليقاتكم في في الكومنتات. هنشوف دلوقتي QR كود ده وصلنا تمام. تمام. ماشي. تاني حاجة بقى بيقول لي how do we save and store information، ازاي ان احنا نحفظ المعلومات ونخزنها. تمام. يبقى عرفنا ان المعلومات موجودة في كل مكان، information in everywhere. طيب، ازاي نحفظ المعلومات بتاعتنا؟ اول حاجة قال لي ممكن من المصادر بتخلينا نحفظ المعلومات، مش كل المصادر طبعا. الفلاش ميموري احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. تمام. قلنا ان هي used to store and share information and data. تمام. لو في عندك داتا موجودة على جهاز، مثلا الجهاز بتاعك، وعاوز تنقلها على جهاز واحد صاحبك، مثلا طلب منك information معينة. تمام. هتنقلها ازاي؟ عن طريق اليو اس بي. ازاي هنعمل شير للانفورميشن اند داتا الموجودة في الجهاز بتاعنا؟ تمام. طيب، لو في حاجة معلومة موجودة على جهاز صاحبك، نفس الكلام هتاخدها عن طريق الفلاش. تمام. درس خاص بالماس، درس خاص بالساينس، الكلام ده كله هتاخده عن طريق الفلاشة، عشان هتعمل شير للانفورميشن من جهاز صاحبك لجهازك عن طريق اليو اس بي او الفلاش ميموري. يبقى الفلاش ميموري، تمام، هي وسيلة من وسائل تخزين المعلومات used
to store and share information and data. طيب ايه الحاجة التانية اللي بتساعدنا في كده؟ بتساعدنا في ال save and store information، نحن نحفظ المعلومات بتاعتنا. قال لي ايه؟ السكانر تمام، كنا برضو اتكلمنا عليه في درس سابق. تمام، بيقول لي ايه؟ use to save image on a computer for later use. تمام، لو انا عندي صور مثلا او اوراق عاوز احتفظ بيها، لان ممكن الاوراق ايه يحصل لها دامج، يحصل لها ايه ان هي تتلف مثلا، ميه وقعت عليها، حد شخبط عليها، اتقطعت، الكلام ده كله. فانا عاوز احفظ الصور دي او الورق ده على الكمبيوتر بتاعي. هحفظها ازاي؟ هحفظها عن طريق ان انا استخدم السكانر هياخد الصور دي، ياخد منها صورة ويحطها لي فين؟ على الجهاز بتاعي. تمام، السكانر used to save image on computer for ايه؟ for later use. ايه لاستخدام اخر، ايه الاستخدامات بقى، الاستخدامات اللي ايه اللي جاية يعني، او ان انا لو احتجتها بعد كده ايه اقدر الاقيها على الجهاز بتاعي. تمام. طيب هيجي بقى يكلمنا ازاي. خلاص انا حفظت الحاجات على الجهاز بتاعي، طب او انا هحفظها ازاي؟ طبعا انا المفروض برتب الحاجة بتاعتي. بمعنى ايه؟ برتب الحاجة بتاعتي على جهازي ان انا مثلا اخلي حافظة احنا بنسميها على الكمبيوتر فولدر. تمام، يبقى الحافظة اسمها ايه؟ فولدر. اخلي فيه حافظة او فولدر اللي خاص مثلا بايه؟ بالجيمز، ماشي، بالالعاب بتاعتي، ماشي. وفولدر خاص بالايه؟ دوكيومنتس اللي هي ايه؟ مستندات، زي الملفات الخاصة بالايه؟ الوورد او الباوربوينت او الاكسل، ممكن اخليها في ايه؟ في فولدر او حافظة لوحدها. تمام، الملفات الخاصة بالدراسة بتاعتي اخلي مثلا لها فولدر لوحدها، ماشي. الماس، الساينس، الاي سي تي، المواد ديت احطها ايه؟ في فولدر لوحدها. الفولدر قلنا عليه ايه؟ حافظة. تمام، يبقى الفولدر اللي احنا مثلا قلنا عليه جيمز ده يعتبر مين فولدر، بنعتبره ايه؟ مين فولدر اساسي. ليه؟ لانه هيحتوي على كل الالعاب بتاعتنا. تمام، نفس الكلام الدوكيومنتس هيحتوي على كل الايه؟ الملفات بتاعتنا، فبنسميه ايه؟ مين فولدر. تمام. طيب ازاي بقى اعمل كرييت ذا مين فولدر؟ اول حاجه قال لي بريس ذا رايت بوتون اون ايه؟ اون ذا ماوس. فين الرايت بوتون؟ زي ما احنا شايفين كده ايه على الايه في الصوره كده بالظبط. هو ايه؟ هو الزرار او البوتون ده. تمام، بنسميه بوتون. تمام، هو ده ايه؟ ذا رايت ايه؟ ذا رايت ماوس بوتون. هو الزرار ده اللي هو بيتعلم عليه باللون الاحمر. تمام، انا عملت ايه؟ رايت بوتون في الجهاز بتاعي، فبتظهر لي ايه؟ بيظهر لي منيو، ماشي. زي المنيو دي كده، بختار منها نيو وبعدين فولدر. تمام، بختار منها ايه؟ نيو، بعدين اختار فولدر. تمام، اهو اختار فولدر. تمام، وبعد كده بيظهر لي ايه؟ شكل الفولدر. ببدأ اعمل ايه؟ ابدأ اكتب اسم فيه. تمام، ابدأ اسميه اسم. طيب a name for the folder. تمام، اكتب ايه؟ اسم ليه. تمام، يبقى كده ايه؟ انا سميت الفولدر بتاعي. يبقى اول حاجه اعمل رايت كليك، تمام، او اعمل رايت بريس ذا رايت بوتون. تمام، زي ما احنا شايفين. وبعدين من القائمه اللي هتظهر لي اختار نيو فولدر، بعدين اكتب الايه؟ اسم الفولدر بتاعي. تمام، يبقى كده انا كريت الايه؟ المين فولدر، ماشي. كريت يعتبر فولدر اسمه ايه؟ جيمز. تمام، تاني حاجه ابدا بقى اعمل ايه؟ ابدا اعمل ايه؟ سب فولدر. تمام، الفولدر ده احط بقى جواه ايه؟ الفولدرز التانية، مثلا الخاصة بلعبة رقم 1، لعبة رقم 2، لعبة رقم 3. فانا احطهم في ايه؟ دي بنسميها السب فولدر، ماشي. سب فولدر او ايه؟ حافظة فرعية. تمام، سب فولدر او حافظة فرعية. تمام، اعملها ازاي؟ طبعا لازم احط السب فولدر ده جوه الايه؟ المين فولدر. شطار. تمام، يبقى انا هفتح اول حاجه هعملها ايه؟ اوبن ذا مين فولدر. تمام،
بعد كده ايه هعمل كل الخطوات اللي فاتت. اعمل ايه؟ بريس ذا رايت بوتون اون ذا ماوس، تمام زي ما احنا شايفين، وبعدين سيلكت نيو، وبعدين فولدر، وبعدين اغير ايه اسم الفولدر بتاعي للعبة، مثلا لعبة رقم 1، لعبة رقم 2، او مثلا ايه لو هو مثلا ايه لو بتكلم على المواد مثلا اقول مثلا subjects، هنقول مثلا ايه الماس، فولدر الماس، فولدر خاص مثلا بالايه بالساينس، فولدر خاص بالاي سي تي، تمام. دي كلها ايه سب فولدر، تمام. يبقى عرفنا ازاي هنكريت السب فولدر، تمام. طيب لو انا كريت بقى ايه فولدر بس ملحقتش ان انا اغير الاسم بتاعه، هعمل ايه؟ قال لي اول حاجه برضو هعمل ايه، هاجي على الفولدر نفسه اللي انا عاوز اغير الاسم، واعمل كليك يمين او رايت بوتون، بريس ذا رايت بوتون اوف ذا ماوس زي ما احنا شايفين كده، وبعدين ايه اختار رينيم زي ما احنا هنشوف دلوقتي، تمام. واكتب الاسم الايه اسم الجديد، تمام اهو المنيو رينيم، وبعدين اغير الاسم للايه اسم جديد، تمام. يبقى كده ايه قدرت ان انا ايه اعمل مين فولدر، واعمل جوه المين فولدر ايه سب فولدر. ولو فولدر ما عرفتش اغير اسمه او عاوز اغير اسمه، عرفنا ازاي هنغير الاسم بتاعه، تمام. يبقى كده عرفنا ايه حبايبي النهارده، عرفنا المعلومات اهم ممكن نلاقيها فين، عرفنا ان الانفورميشن ان everywhere، عرفنا السورسز للانفورميشن، عرفنا ان الانفورميشن هنلاقيها في اللايبريز والكمبيوتر او اللابتوب او في التي في او عن طريق سكاننج للايه كيو ار كود، تمام. طيب دي حاجة. الحاجة التانية عرفنا الايه الحاجات اللي بتساعدنا على السيف اند ستور انفورميشن اللي هم الفلاش ميموري، وعرفنا الايه السكانر، تمام. عرفنا بعد كده ازاي ان انا ارتب حاجتي جوه ايه المين فولدر والسب فولدر، وازاي ان انا اغير الاسم لو الاسم ايه بتاع اي فولدر ماشي مش كان ايه مظبوط او ملحقتش ان انا اغيره، تمام. وعرفنا ان الفولدر اسمه ايه حافظة، تمام. بكده يا حبايبي حلوين نكون خلصنا الدرس بتاعنا. ان شاء الله استنوني ايه في الدرس اللي جاي او في الاكسرسايزز اللي جايه ايه هنتعرف على الاسئله الخاصه بالدرس بتاعنا. وان شاء الله اشوفكم ايه حلوين ومبسوطين وفي اكمل صحه، وايه اتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.